1 2 3 نبدأ الجزء الثاني. قبل ما نبدأ لايك واكسبلور فعلوا زر القناة. يلا. احنا كنا قلنا ايه؟ وقفنا فين؟ عالجبل. ولا سيدنا موسى وقف على الجبل انتوا ما تقولش القصه دي؟ لا احنا مش قلنا لما سيدنا موسى سألهم وغطى البير وقام راح قاعد تحت الشجره، فهم البنتين راحوا لابوهم وحكوا له القصه وحكوا له اللي حصل له، فقال لهم دي ايه؟ استدعوه. هاتوه. طب لما هو استدعوه سيدنا موسى مشي ازاي؟ هم قدامه. اذا انا عارف هم قدامه. لا هو استني يا مريم، هو مش هو قدامه، هم يمشوا وراه وهو يمشي قدام، هو يمشي قدامهم، ومثلا هو عايز يحود على ايده اليمين يحدف له طوبة على ايده اليمين، يقوم راح داخل على الشارع اللي على ايده اليمين، على ايده الشمال يحدف طوبة على ايده الشمال. طب ليه؟ عشان ما ينفعش بنتين يمشوا قدام راجل. هي كانت واحده بس اللي كانت رايحه تندل، ينفعش عشان هي ايه؟ ما يفتنش بيه، يعني ما يفتنش بيه. يعني ما يبصش لحاجه فيها حرام. يعني ايه؟ شفت ادب ادب الاسلام لغايه فين؟ يعني ما يشوفهاش، ما يشوفش، يعني ما ينفعش اللي واحده اصلا تبقى ماشيه قدام واحد وهو يقعد يبص لها. عشان حي. ايوه عشان عيب. فطبعا مش قلنا لما سيدنا موسى راح قال له هتقعد معايا 8 سنين مقابل اللي انت تتجوز واحده منهم من ولاده وهو اللي يختار. لما سيدنا قال له لو كملت ال10 يبقى ده حقي، بس السنتين دولت ايه؟ انت اللي قضيتهم من عندك. فسيدنا موسى اتجوز واحده فيهم وقعد معاه، فبعد ما كمل 10 سنين فقام واخد مراته وعياله وقاموا ماشيين، فهم ماشيين في الطريق الجو كان بارد، فبيبص بعينيه كده فلقى نار بعيده، فقال لك اما اروح ايه اجيب لكم حاجه من النار ديت نتدفى بيها، فراح هناك لقى ايه؟ الجبل. طلع قام كلم ربنا هنا، كلم ربنا قال له ايه؟ فكان خايف من الجبل. ربنا قال له ايه؟ لو لا تخف. قال له في الاول لا يا موسى لا تخف انني انا الله رب العالمين. فلما سيدنا موسى قال له ربي ارني انظر اليك. والجبل لو قال له لو الجبل اتهز، لو الجبل فضل مكانه هتشوفني، لو الجبل ما فضلش مكانه مش هتشوف. ربنا عمل ايه في الجبل؟ هز، اتنسف، اختفى الجبل. عمل ايه بقى كده؟ مش هيشوفه؟ اتهد الجبل بقى سوى الارض. يعني هو كده مش شافه. ما شافش ربنا، ما فيش نبي من الانبياء ولا الرسل شاف ربنا اصلا. حتى لما حد بيموت ما بيشوفش ربنا. لا اللي ربنا بقى اللي هيخشوا بقى الجنه اللي هم في الفردوس الاعلى بقى، اللي هيقعوا روحهم لعرش الرحمن ويشوفوا هم هيشوفوا ربنا، اللي هم الفردوس الاعلى اللي هم في اعلى درجات الجنه بقى، اللي هم مع الرسول مع الانبياء والصديقين والشهداء. مين اشد الكفار عذابا؟ ابو جهل واميه بن خلف، دول اللي في الدرك الاسفل من النار. وفرعون وقارون. مين اللي قال لنا كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا كتير هم دول، لانهم كانوا اشد، هم لان هم عذبوا المسلمين كتير وحاربوا من الدعوه الاسلاميه كتير. ليه بقى مش منهم؟ هم ما انا بقول لك اهو، عشان هم حاربوا الاسلام كتير وماتوا هم كفره لدرجه انهم بداوا يقتلوا، كانوا عاوزين يقتلوا من الرسول كذا مره. وقارون دوت برضه استكبر على ربنا. الرسول مات من زمان صح؟ احنا مش قلنا الرسول مات يا محمد؟ احنا من زمان الرسول مات. وقلنا كمان ايه؟ وكمان فرعون كمان لما هم كانوا بيعملوا كان على. طب فرعون كان في عهد مين من الانبياء؟ ما نعرفش الحته دي. ازاي؟ مين اللي ضرب العصايه البحر بالعصايه والبحر اتقسم نصين وعدى بنوده؟ سيدنا موسى. يبقى عرفتوا قارون كان في عهد مين؟ وكان عنده اصلا وسيدنا موسى وفرعون جه يعدي على البتاع، حاجه سيدنا يوسف عمل وقع بقى على وشه. سيدنا موسى بس وقع على وشه لحد ما سيدنا موسى عدى، وبعدين البحر رجع لطبيعته تاني. قام غرقان فرعون
وجنوده فين. على وش تعرف ان المية. فرعون من كتر جبروته كان الوزير بتاعه اسمه هامان. انا ما قلتلكوش إيه؟ قال له يا هامان انا عاوزك تبني لي برج عالي عشان اطلع اشوف رب موسى. شوف وصل الكفر بتاعه لغايه فين. مش عشان هيشوفوا كده بعض. هم في الدرك الاسفل من النار اللي هي ادنى درجات النار. يعني يبنوا له برج كبير. عاوزوا يبنوا له برج عشان يطلع عليه يشوف ربنا. بقول لك وانا عارف اللي هو كذاب. بيستدعي اللي يعني قال لك على سيدنا موسى اللي هو كذاب. هو بيقول على سيدنا موسى كده. عشان كده كان بيقول لي هامان ابني لي صرحا، يعني ابني لي برج اللي اطلع فيه اشوف اله موسى وانا عارف اللي هو مش موجود. عشان كده يعني حاربوا من الاسلام كتير. اصلا هي جه عندنا في الدين. طب مين؟ انا كنت هقول لكم ايه حته اللي هم لما سيدنا موسى راح يخطب من فرعون المسلمين. فرعون عمل ايه؟ عمل يعني الناس لما امنت بسيدنا موسى من قوم فرعون عمل معاهم ايه؟ احنا مش قلنا قال لك هقطع ايديهم ورجليهم واعلقهم على جذوع النخل؟ لما سيدنا موسى ربنا امره اللي هو ياخد القوم بتوعه ويمشي بهم، يعني يهاجروا من المنطقه عشان فرعون بيعذبهم وكده. فربنا قال لسيدنا موسى، سيدنا موسى بيقول لربنا ايه؟ قال له اللي هو يرسل معاه اخوه هارون، لان هارون اخي افصح مني لساني، يعني كلامه حلو بيعرف يتكلم عني. وراحوا لفرعون عشان فرعون يطلع معاه الناس اللي هم اسلمهم بيه. مش احنا قلنا يوم الحشر اللي هو اليوم العظيم عندهم لما عملوا من المباراه اللي هي السحر بين سيدنا موسى وبين السحره بتوعه؟ مش قلنا اللي سيدنا موسى كسب؟ فقاموا الناس مأمنين بمين؟ سيدنا موسى. عشان ايه؟ عرفوا اللي هو السحر بتاعه سحر حقيقي، مش بتخيل، الناس مش متخيله اللي هو سحر، لا ده هو سحر حقيقي. يعني معجزة سيدنا موسى السحر. حقيقي معجزة سيدنا موسى قلنا السحر. معجزة سيدنا محمد وكلام الله. طب مين اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان عهد. يعني مين اللي كان بيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده؟ في عهده؟ فرعون. لا، أبو جهل. مش عارفة. وأبو سفيان. هما الاتنين بس. في ناس كتير وفي ناس منهم أسلمت. يعني اللي أسلمت دي عمرو بن ود. أسلم؟ عمرو بن ود. أسلم؟ عمرو بن ود لا ده كان كافر من أشد الكفر. أسلم؟ وأبو عمرو بن ود ده أصلا له قصة كبيرة مع المسلمين لأنه كان فارس، كان أقوى كان يعني كان جسمه وكان في قوة أقوى فتى في الفترة دي، أقوى رجل في الفترة دي. طب أسلم؟ ومات على إيد طفل من أطفال المسلمين. عرفتوا الحتة دي؟ مثل بقى قتلوا له الصغير. الصغير قتله ازاي؟ سيدنا علي. قتلوا علي بن ابي طالب. قتلوا ازاي بقى؟ اقولها لكم بقى الفيديو الجاي. باي. باي.